السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد على قناتكم عالم ماريا. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم روتين للعناية بالشفتين. هاد الطريقة طريقتي كنستعملها للعناية بالشفتين. اول حاجة واللي ضروري نقوم بها بالاعتناء ديالنا بالشفتين هو ترطيب الشفتين، تقشيرهما وترطيبهما من جميع الخلايا الميتة والقشرة اللي كتكون فيهم. فبالتالي انا حبيت اليوم نقدم لكم جوج ديال الوصفات. الوصفة الاولى لتقشير الشفتين وترطيبهما، والوصفة الثانية لنعومة الشفتين واعطاء لون وردي رائع جدا للشفتين. فبالنسبة لتقشير الشفتين غادي نحتاجو المكونات بسيطة واللي هي طبيعية متواجدة في أي بيت. غادي نحتاجو زيت الزيتون، وغادي نحتاجو السكر البني. انا هنايا غنستعمل السكر البني. كيف ما كتشوفوا يمكن لكم تستعملوا السكر الخشن العادي الا متوفرش عندكم السكر البني، ولكن من الافضل تستعملوا السكر البني. وغادي نحتاج المقدار من العسل الحر. بالنسبه للطريقه، هنا غادي نضيف ملعقه ديال السكر الخشن، وغادي نضيف لها ملعقة من زيت الزيتون، وغادي نضيف مقدار من العسل. بسم الله. غادي ندمجوا هاد المكونات جيدا حتى نحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون على هاد الشكل هذا مجموع. من بعد غادي ناخذوا القليل من هاد الخليط هذا وغادي تطبقوه على الشفتين ديالكم، وغادي تخليوه لمده ديال ربع ساعه على هذا الشكل هذا. يعني تطبقوه على كل شيء الفم ديالكم لمده ديال ربع ساعه تقريبا، وغتخليوه يعني تسترخى وتخليوه اولا تقوموا بالاشغال ديالكم. من بعد ما تخليو هذا الخليط هذا لمده ديال ربع ساعه غادي تقوموا بفرد الشفتين مزيان بهذا الخليط هذا باش تزيلوا جميع القشره وجميع. فكيف ما كتشوفوا كيولي على شكل عجينه، يعني كتفردوا به الشفتين ديالكم مزيان على هذا الشكل هذا حتى تزيلوا جميع القشره وجميع الخلايا الميته. من بعد ما دوز ربع ساعه وتقوموا بحركات دائريه فوق الشفتين ديالكم، غادي تاخذوا منديل اللي هو فازق اولا قطنه، قطعه قطن مبلله بالماء اللي يكون دافي، وغادي تزولوا هذا الخليط من على الشفتين ديالكم. والان غادي ندوزو للطريقه الثانيه والوصفه الثانيه اللي ضروري تعملوها من بعد ما تقوموا بتقشير الشفتين. بالنسبه للوصفه الثانيه اللي غتكون مواليه للوصفه الاولى واللي ضروري تعملوها يعني باش ترجعوا الحيويه للشفتين ديالكم ويولي اللون ديالهم وردي، يعني ويوليو غزالين، يعني كتعطي واحد النعومه واحد الرطوبه للشفتين. في هذه الوصفه هذه غنحتاجوا المكونات اللي هي كلها طبيعيه، فانا دائما كنعتمد على المكونات الطبيعيه في الوصفات ديالي. فبالنسبه لهنايا غادي نحتاج المكون الرئيسي وهو هادو الحبيبات ديال التوت الاحمر او ما يسمى بلي فخومبواز. غادي نحتاجو القليل من هاد لي فخومبواز هادو. يمكن لكم تستعملوا الفراوله او الفريز الا متوفر عندكم. فبالنسبه لهاد الفخومبواز هادو فعندهم فوائد عديده على الجسم ديالنا وعلى الصحه ديالنا وكذلك على البشره ديالنا. فهاد لي فخومبواز هادو كيحتويو على نسبة عالية من فيتامين سي وفيتامين اي والعديد من الفيتامينات اللي كتجدد خلايا البشره وتساعد في اصلاحها. فكنتمنى انكم تجربوا هاد لي فخومبواز هادو، فرائعين جدا في جمال البشره ديالكم. غادي نحتاجو البضع حبات، تقريبا 3 حبات من لي فخومبواز او التوت الاحمر. غادي نحتاجو القليل من زيت الزيتون، وغادي نحتاجو كذلك العسل، القليل من العسل. ندوزو مع بعض لطريقه تحضير هاد الوصفه هذه. في اناء غادي نقوم بوضع القليل من هاد التوت هذا، 3 حبات او 4 حبات فقط.
بسم الله. غادي نوضع عليهم القليل من الزيت، وغادي نضيف كمية قليلة من العسل. العسل من الافضل يكون عسل حر. وغادي ندمج هاد المكونات جيدا حتى نحصل على واحد الخليط اللي هو متجانس، كيكون على شكل كريمه. كيف ما كتشوفوا هنايا دمجت المكونات جيدا، حصلت على واحد الخليط اللي كيكون بهذا الشكل هذا، كيكون رائع جدا، كيشهي في المذاق ديالو رائع جدا. هذا الخليط هذا كتطبقوه على الشفتين ديالكم وكتخليوه لمده ديال 20 دقيقه، او يمكن لكم تخليوه حتى للصباح الا حبيتوا. ومن بعد يعني كتنشفوا، ومن بعد كتزولوه بواحد المنديل او بقطنه مبلله بماء الورد، كتزولوه بشويه من على الشفتين ديالكم وكتحصلوا على واحد الشفتين اللي رائعين جدا. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه هذه اللي فعلا رائعه بزاف يعني، وكتحيد تشققات الشفتين يعني، وكتعالج الشفتين من الامراض اللي كتكون فيها، وكترجع ليها الحيويه ديالها، وكذلك كتعالج اسمرار الشفتين. بالنسبه للنساء اللي كيعانيوا من اسمرار الشفتين فهاد الوصفه زوينه بزاف، كنتمنى انكم تجربوها ففعلا رائعه. بالنسبه لهاد الوصفه هذه يمكن لكم تطبقوها كذلك على الوجه ديالكم والرقبه، فانا جربتها من قبل. طبقت هذا الخليط كله يعني على الوجه ديالي وعلى الشفتين ديالي. كتعطي واحد النضاره للبشره، واحد الاحمرار ديال الخدود اللي رائع جدا، زوينه بزاف، وكترجع البشره ديالكم حيويه ونضاره وبياض زوين بزاف. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه ديال اليوم. الا كيعجبكم الفيديوهات ديالي ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي وتفعلوا كذلك الجرس. الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ولا فيديو ديال اليوم ما تنساوش تعملوا جيم للفيديو وتبارطاجيو ايضا لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم. شكرا لكم بزاف، نتلاقاو في فيديو جديد وفي وصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.